انت لسه ما نفذتش قرار النادي يا حسين. ايه ده انت اتكلمت معاك يا حسين؟ ايوه يا حسين انا عايزه فيفتح الله لك بابا كنت تحسبه من شدة اليأس لا يفتح بمفتاح، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في نوع اسمه إدارة الاستعباط. إدارة الاستعباط دي للأسف ممكن نسميها إدارة استعباط المديرين. في مدير شايف إن دوره مش يحل مشاكل الفريق، لكن دوره يلف ويدور ويستهبل ويضغط لحد ما الموظف يتأقلم على كده، بدل ما يسأل إزاي نحسن بيئة العمل، يسأل إزاي أخليهم يستحملوا الوضع زي ما هو. مرتبات ضعيفة، اصبر شوية والسوق كله كده. ضغط شغل غير منطقي، دي مرحلة وتعدي، وهي عمرها ما بتعدي. مفيش تطور وظيفي، انت بس مركز في شغلك، وهو مقتنع انه كده مسيطر، وانه بيعرف يقرطس الناس ويخليهم يكملوا بأي شكل. بس الحقيقة مختلفة تماما. النوع ده من الإدارة بيخلق موظفين محبطين، بيخلق بيئة سامة، إنتاجية مؤقتة تنهار مع أول فرصة حقيقية. والأهم إن أفضل الناس بتمشي وأسرعهم هم اللي بيمشوا، لأن الموظف مش محتاج مدير شاطر في اللف والدوران. الموظف محتاج مدير صريح، مدير عادل، بيدور على حل مش على تبرير. الإدارة مش لعبة نصاحة، الإدارة مسؤولية. ولو اعتمدت على الاستعباط هتكسب جولة، لكن هتخسر الفريق كله. ربنا ما يكون لنا مدير مستعبط، وربنا يستر علينا وعليكم، والبقية تأتي.